خير خير يا حبيبي. بصراحة كده بابا لمح لي أكتر من مرة إنه عايزني أتجوز ابن واحد صاحبه. أنت لازم تكلم مامتك في موضوعنا عشان هي وبابا يتصالحوا ونتجوز قدام الكل. يتصالحوا؟ يتصالحوا ايه؟ امي وابوكي يتصالحوا؟ ده عايزه معجزه يا بنت، دول بينهم مصانع الحداد، يعني عشان يتصالحوا ده حوار صعب جدا. أمال أنت عايزني أعمل إيه؟ عارفة كل العرسان اللي بابا بيجيبهم لي من غير سبب؟ ايوه، مين اللي جاي؟ الله، حلو قوي عيش العصافير ده. ايه يا واد، انت واخد لها العيش ده عشان تقعدوا سوا سوا؟ ده اللي احنا اتفقنا عليه يا ضياء. ماما حبيبتي، انا كنت النهارده هكلمك على بس لا تقول ولا تعيد. انت والبنت الصايعه دي عايزين تفضحوني. انا مش صايعه، انا مش واحده من الشارع. لا يا اختي، بتوع الشارع احسن منك بكتير. انت عايزه ايه؟ انت بتدمر ابني، عماله تلفي وتدوري على عقله. ايه يا بنت، ابوك مسلطك علينا عشان تلفي على الواد وتاكلي بعقله حلاوه. عايزين مننا ايه؟ جد يا حاج، اهدي يا حاج، اهدي يا حاج، كل حاجه حل بالعقل. يا استاذ ضياء، الحاجه فايزه طول عمرها اسد في شقه تعبان، وعمرها ما تعدي الاصول ولا العيب. في الاول وفي الاخر يعني هي خايفه عليك. انت مين بقى اداك الحق انك تتكلم؟ طب يا سيدي انا ما هقولك. طب اقطل بقى وما تتدخلش في اللي مالكش انا فيه. اللي سامحه له يتكلم، وانت اللي وصلت لك كده. لو ابوك يا بت زقك على ابني عشان تتجوزيه مش هيحصل ابدا. بعيد عن ده. بتتكلم يا ضياء؟ هتتكلم ولا اتكلم انا؟ هيتكلم يقول ايه يا اختي؟ هقول لك انا يقول ايه؟ ابنك ده يا حاجه فايزه يبقى جوزي، انا مراته. ورقه جواز محطوطه جوه في اوضه نومي، لو تحبي اوريها لك. ريكو، قلب لي الاوضه دي على قوطيها وهات لي ورقه الجواز. انت تفضل واقف ساكت كده؟ عايزاه يقول ايه؟ عايزاه يخرج عن طوعي؟ انت فاكره ابني فاكر زي انت وابوكي؟ ايه ده يا ضياء؟ مخدرات تاني؟ لا رجعت للمخدرات تاني؟ لا، دي هي. هي ايه؟ عندنا الجواز اهو يا حاج. شفتي بنفسك؟ بتعملي ده؟ انت هيبقى لك معايا كلام تاني. وانت يا بنت التمساح لو فكرتي تقربي لابني تاني انا اللي هذبحك بايديا. وانت خروج من البيت مش هتخرج، لو خرجت رجلي على رجلك مش هتشوف الشارع تاني. خدوا ريكو. افهمك بس. بره. افهمك بس. تعالى تعالى تعالى، يلا رجاله. افهمك. تعالي يلا بنت. رجاله. ابوك يعرف ان انت متجوزه ابني في السر؟ انا عشان بنت اصول هستر عليك ومش هفضحك. واحده غيري هجر راسك في شقه تعبان كله يا بنت توفيق التمساح. تك القرف. السلام عليكم. وعليكم السلام. مواعيدك مظبوطه يا فهد، وانا اقدر الراجل الملتزم. انا تحت امرك يا نادر بيه. سلام على الحاج توفيق. ازاي جنابك يا توفيق بيه؟ انت كنت مسجون فين يا فهد؟ قتل خطأ يا باشا. مش فارق معانا، اهم حاجه ان اي كلمه تسمعها هنا ما تخرجش بره. برقبتي. ماشي، خد يا فهد، منجز نفسك. انت هتنزل معايا سواق لعربيتي، والنهارده بالليل عندي حفله وهحتاجك فيها. خدامك يا نادر باشا. بالاذن يا توفيق بيه. اتفضل يا فهد.
مش ده الواد بتاع الخناقة؟ هو بعينه. هتشغله معاك ليه بقى؟ قلبه ميت وعايز ياكل عيش، واحنا محتاجين ناس شبهه بدل الاتنين اللي راحوا. وانت هتسلمه شغل ازاي من غير ما تعرفه؟ ما انا قلت له ينزل سواق معايا ليه؟ لحد ما اعرف كنيته. والله جعل هوانا خير. ما جاش هخلعه. ماشي يا اخويا، ماشي. ما ترسينا يا جدع في ايه؟ بقول لك الحاجه فايزه عايزاك. لما عرفت ان انت صاحبي قالت لي اقسم بالله لازم اشوف فهد ده، ويا بخته بقى اللي الحاجه ترضى عليه وتبقى عايزه تقابله. ده اللي هو ازاي يعني؟ انا عايزك يا فهد تفضل تنق وتبق كده في الرزق لحد ما تضيع. ومش انت قلت لي انا ماشي بدعوات اهلي؟ قابل يا صاحبي الرزق. تعال. ربنا يبارك لك يا حاج فايزه، والله وقفتك معايا عمر ما هنساها. انا كنت شايف الدنيا مظلمه في وشي من بعد ما قفلها لي المعلم توفيق التمساح ورفض يديني رخام. انساه، انسى التمساح ده راجل ضلالي، خليها على الله. يلا ربنا يزيدك من فضله يا ست الكل يا اصيله. كتر خيرك، بالسلامه. السلام عليكم. سلام يا اخويا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم على اسطوره شقه تعبان. ايه يا اونطاج؟ عايز ايه يا واد يا ريكو؟ يا حاجه يا فهد. فتحي؟ يا حاجه فهد. فهد البطل. يا عم انت جايبنا تهزقنا ولا ايه؟ معلش يا ما احنا اسفين. خد تعالى هنا. هو في ايه؟ هو دخول الحمام زي خروجه؟ بنخشك يا اخي. انت بقى فهد البطل؟ هو بعينه. الحاجه مخها جرانيت يا فهد. والبطل ده لقب عيلتك؟ لا يا حاجه والله يعني ده اسم كده الحكومه اختارته لي. بس لا مؤاخذه يعني انا تهت من اهلي من وانا عيل صغير واتربيت في دار ايتام. فلما تميت ال 18 وحبوا يعملوا لي بطاقه فبيختاروا لي اي اسم يعني امشي بيه دنيتي. وجت معاهم فهد البطل وبالمره برضو اوصفها. خيبه في خيبتك. حد يا واد يقر بكل اللي في جوفه كده من اول سؤال؟ ده انت ابيض يا ورد. مش قلت لك يا حاجه جدع ورجوله وصاحب صاحبه؟ يعني ما يغركيش ان هو شكله جامد كده وعامل زي سيلفستر ستالوني، بس قلبه قلب طفل. ريكو قال لي ان لك حق عند الواد اللي بعت لك الرجاله امبارح واتخانقوا معاك. قول لي بس مكان امه فين وانا اجيبه هنا واحاسبه واجيب لك حقك لغايه عنده. ملوش لزوم يا حاجه يعني حكايه وماتت وراحت لحالها. كتر خيرك. طب يا فهد يا بطل، لو عايز شغل تعال اشتغل معانا هنا. كتر خيرك يا حاجه والله، بس الحمد لله يعني انا ربنا كرمني واستلمت الشغل عند المعلم توفيق التمساح. وبتقولها كده في وشي؟ توفيق التمساح؟ طب اخوي ما تبقاش تيجي وتشتكي منه وتقول حقي برقبتي. وانت يا ولا زفت الطين انت، حكايتك ايه مع توفيق وابني؟ توفيق مين يا حاجه؟ حاجه انا اصلا معرفتي بفهد كده يعني على الله من بعيد وانت لبعيد. جابر؟ ايوه يا حاجه. جردل الميه ساعه وتعالى رش هنا عشان الدنيا صعدت على الاخر. بالسلامه يا اخويا، منك ليه؟ رش يا جاب. يلا ما رش. تبصليش كده. قال توفيق التمساح ايه؟ تجدحيا انت وهو. بتبيعني يا صاحبي؟ يا عم انت ما تعرفش الحاجه فايزه قدي. هتقطع عيش وتقول لي سلم على العربيه واتكل على الله. انت شفت وشها جاب 100 لون اول ما جبت لها سيره توفيق الزفت. بس بقول لك ايه، شكلها تطيق العمى وما تطيقوش. يا عم هو توفيق ده موصوف لك، ما تفكك منه وتعالى اشتغل مع الحاج. لا شغلي مع توفيق التمساح جاي على هوايا. في كيفك يا فهد، اعمل اللي يريحك. يلا روح. سلام.